يقول هذا الأخ الكريم: يا صاحبي، أنتم تشركون بالله وتقولون أن سيدنا علي رضي الله عنه خلق وأمات وتكفرون الصحابة. أولا أخي الكريم، نعم، أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يخلق ويميت. ما هو العيب والعجب في هذا الشيء؟ فهل من يعتقد أن هناك شخص يمكن أن يخلق ويميت بإذن الله، هل هذا يكون مشرك؟ الجواب كلا، لأنك لو فتحت كتاب الله ستجد أن النبي عيسى على نبينا وعليه السلام كان يخلق ويقول: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن عيسى يخلق، فهل هذا شرك بالله؟ ونحن عندنا أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من عيسى ومن كل الأنبياء ما عدا رسول الله صلى الله عليه وآله. فأين الشرك في الموضوع؟ الشرك هو أن تعتقد أن هناك إله آخر شريكا لله. ونحن الشيعة نعتقد ونقول في كل آذان وفي كل صلاة وفي كل مكان: أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فكيف يا أخي العزيز ترمي من يعتقد أن لا إله إلا الله بالشرك؟ وأما قولك أن الشيعة يكفرون الصحابة، لا عزيزي، الشيعي لا يجلس متكئا على أريكته ويكفر الصحابة هكذا على هواه، بل يستدل على نفاق بعض الصحابة وليس الكل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ليس كل الصحابة في الجنة، منهم الصالح ومنهم الطالح. ألم يقل رسول الله كما في صحاحكم: في أصحابي 12 منافقا؟ وألم يروي البخاري عن أبي هريرة عن النبي قال: بينما أنا نائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم؟ قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. فكل الصحابة في النار ولن ينجو منهم إلا مثل همل النعم. والقائل: كتبكم قبل كتب الشيعة. فمن الذي يكفر الصحابة الآن، نحن أم أنتم؟